حاجات ما تعملوهاش لو انتوا داخلين ثالثه ثانوي. اول حاجه ما تبداوش دروس في شهر 8، الدفعه اللي قبلكم لسه نتيجتها ما طلعتش. مستعجلين على ايه؟ انا مش فاهمه، انتوا لسه قدامكم سنه هتقعدوا تذاكروا فيها، اتبسطوا شويه. 2، الاجازه اللي معموله دلوقتي معموله عشان تريحوا دماغكم بعيد عن اي منهج، ولو ذاكرتوا بقى فيها مش هتكسبوا برنامج العباقره ولا اي حاجه. 3 حاجه، لو حد بقى جه يخوفكم يقول لكم اصلك مش هتلاقي حجز عند المدرس الفلاني، هو السنتر العدد فيه مكتمل من شهر 8 اصلا، لا من شهر 7 اللي فات، من السنه اللي فاتت مكتمل، اشتموه وما تفكروش. 4 حاجه، اقعدوا مع عيلتكم وفهموهم انهم يتعاملوا عادي علشان هي سنه عادي، من غير بقى ما يقعدوا يكتبوا لكم مصاريف الدروس في اكسل شيت اللي بتتحاسبوا عليه اخر السنه. 5 حاجه، ممكن بقى تدوا فرصه للمذاكره الاونلاين، يعني ممكن تخلوا مواد تذاكروها اونلاين ومواد تانية في السنتر ادوها فرصه، اصل الوقت بيضيع في رغي الاسيستنت اكتر من شرح المنهج نفسه. 6 حاجه، بلاش افوره، كفايه جو بقى انا هقفل موبايلي وهمشي بموبايل نوكيا بزراير عشان ما افتحش نت والمذاكره على التابلت فكسان، وجو بقى انا ايه مش هتفرج على التلفزيون